السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اعزائي المتابعين عاملين ايه؟ دلوقتي احنا لسه جايين كنا بنتفرج على ماتش الزمالك واتحاد الجزائر ده، متضايقين طبعا. قلنا بقى ايه، نطلع غلينا في الاكل ونعمل اكل خفيف وقلنا نشارككم عيلة. بس تعالوا بس نشوفوا الاول الوقت الساعة كام دلوقتي. الساعة دلوقتي 12 ونص و5. أكلة خفيفة لآخر الليل الأكلة الخفيفة بقى قررنا نعمل. ولا نخليها مفاجأة؟ لا ما مريم معلش. لا، مفاجأة مفاجأة. ما انت المفاجأة احنا لازم يعرفها. ايش؟ وهنوريكم الخطوات برضك مش عشان تقولوا لنا احنا ايه، في الفود بلوجر احسن ولا البلوجر احسن. قررنا نعمل عيش باللحمه. دي اللحمه بالطريقة الكهربي. ديت صوص جبنه، وده العيش اللي هنعمل فيه الحواوشي عشان نزود اللحمه. على فكرة المطاعم بيعملوها بهارات للبطاطس، هنزربح. ده ايه الاكله الخفيفه بتاعت الساعه 12 بالليل. دي المكونات بقى، لبن عشان خاطر البشاميل. ده الصوص، وجايبين احنا برضك ايه بشاميل مزودين يلا بينا. يلا بينا. ده ايه بقى دوت؟ ضمن المفروض عشان نزود الكميه، معلش عشان مفيش حاجه بقى. هو بيبقى شكله من جوه عامل شوية دراي فود. وهنحطه كوباية مية. كوبايه ميه. كاس فنان وهو بيكب المية. شيف. وهنحط كوبايه تاني عشان ايه. طب كبها بره. شيف. وهنسيبه ايه بتاع حوالي ربع ساعه كده ايه. نكونوا جهزنا عن حاجة ويكون هو نفس ثواني. حط شويه ملح هو ايه. انت كده بتهبد. لا يلا. ربع معلقه صغيره ملح، بس عشان انا شيف وفي المطبخ لازم ايه نفس. ما دي هتاخد منك حتة. عشان في ناس مش هتاخد بالها اصلا ان انا بسلم عليها دي. بطاطس في القشاره. استاذنكم انا بسيب محمد ايه كمل معاكم الفيديو. طب انا عايز طبق كده ولا حاجة هو ايه عشان احط فيه اللي هيتقطع ده. دبل المفروم بدأ ينفش. يشرب البتاع ده. لا 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 بتهزر يعني. ده كان بايظ. ما فيش حاجة بايظة، أمي مش هتديني حاجة بايظة عشان ما تبهدلكش في الكومنتات. وصل بيه غالي عيط. كده هي لسه بورقتها، مش خسارة فيكم. عيون حمو ايه ما بنصورش. بتهزر اكيد لا. حلو الرياكشن حلو الرياكشن. بس قولي لي بس ازاي بتعمل ايه، بس ازاي. ماسكه السكينه كده قبل ما تقطع. الله ينور اخويا. عليك على اخوك. استنى بقى ايه. احلى بطاطس دي ولا ايه؟ ادي البطاطس اهي يا جدعان. ايه دلوقتي في اللحمه حطيت فلفل اسمر وحطيت ملح. وده بقى فلفل اسمر ده اللي هو فلفل اسود. فلفل اسود وده وبصل وطماطم. اكيد ما احنا لسه مقطع. ده بقى قرفه. ماشي. بتدي شويه طعم سنه وعندك جنزبيل. لا بس خليك في القرفه الاول حلوه. نصيحه ليك لو بتعمل كفته ولا بتعمل مثلا حاجه زي كده حط قرفه عليها بتسكرها بتبقى طعمها حلو. ماشي. شويه جنزبيل. هم 7 بهارات انا رشيتها رشيتين كده بهارتين بس مش 7. والله خفيف. كاري. كارك. سنه. سنه. ما بلاش كتر منه. بص ده حواوشي محمى ومحمى يعني. قلبي يا نيس. لا ده صفحه دي محترمه ما فيهاش اي حاجه فيها ايه يا عم ولا ايه لو جايب حد غريب لا مش وقت رومانسيات. معلش. لاحظ ان في ناس ما انت ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتتجوز هنعرف اللي انا بعمله ده. انا لن اطبل ولا محايد. الله عليك. قلب 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 قلب. وانا بكتبي ورانا يا ست. تكتبيش ورانا يا ست الكل. ما تكتبيش براحتك. شاطر. الان انا راجل في بيتي. بقول في بيتي. دلوقتي ميكس شيف او شيف ميكس ده صوص جبنه، فاحنا ايه هنجربه. الباكو ده 40 جرام هنحطه على محتاج ربع لتر ميه. بس احنا هنعمله باللبن. وهنزود اللي هو خلطه البشاميل كريمي بالجبنه. هنشوف القوام الاول ايه والطعم بتاعه ايه، لو احتاج اللي احنا هنزود من ده. جبنه حله اكبر حل عندنا. اهم حاجه بقى صلي على النبي في الكومنتات. على السلام. ريحته جامده. لا والله عشان نعمل كده. اوه جميل. ريحته شيدر. عامل شيدر. شيدر يعني. عامل زي ايه لو الفيديو ده ما نزلش يبقى احنا حصل لنا حاجه. تايجر ميكس جبنه. صح. قوامه عامله شبه اللبن النيدو. بقول لك ربع لتر ميه فيعتبر ربع يعني كوبايه. قلل عشان احنا هنحط له باللبن. مش هنحط بق ميه. شايفين نضيف والله دي حاجه ازاي. لا جميله جدا جدا. عامل شبه هو عجينه محتاج اجرب بس ايه نص الكميه عشان لا 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 الجيش قال لك الصراحه. عارفه هحط بقى نعملها احنا صغيرين شايفين الشاي دول اشرب. يا
شويه ملح عليه، شويه فلفل اسمر. بص الطعم. يا حبيبي اسكت انا شيف. تحط على النار، على نار هاديه. هنفضل بقى ايه نقلب. احنا هنقلب بقى لحد ما ايه يمسك، وهنجي هنجيبها لكم ورقم. هنحضر بقى ايه العيش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كل ده ساعه عدت واحده اصلا. اهم حاجه تخلي بالكم من الصوص اللي على الجبنه اللي هو على النار ده عشان ما يكتلش منه. المشكله بقى في ايه؟ ان البيت كله سمع بيه. انتظرونا، احلى عربيه عيش بقى. الله ينور. استنى ايه؟ يلا حط دي زي ما هي. زي ما هي كده؟ اه. طيب احط زيت بقى في الارضيه. ليه؟ عشان ما تلزقش. مش هتلزق. متاكد؟ اه. فوق الشبكه عشان ما يتحرقش. مش هيستوي بسرعه يا ابني. لا ما انت سوي بسرعه يبقى ني من جوه. يلا بينا. قالت؟ يلا قلت لك قال انت اللي سبتها. انا عمال اقلب والله. بص يا جدعان بقت القوام بتاعها عامل ازاي؟ هو اصلا ايه بشاميل بس بقى ايه؟ بالجبنه يعني. ارفع كده بص الكريمي ايه؟ مش ركاته يا حركات. دي بقى ممكن نحط عليها بسطرمه بقت طاسه جبنه. حطينا صدق بقت طاسه صدق. بالظبط. لا بس حطينا كريسبي بقت طاسه بالكريسبي. هي كده حلوه اصلا مع شويه بطاطس. بصوا مش قادر اقلب. بصوا القوام الشكل عامل ازاي هنا. ارفع كده. يا سلام يا سلام. لا بص العلامه. دلوقتي البطاطس. تفاصيل التفاصيل. خلاص خلصنا. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا الاكل. بصوا دلوقتي الساعه كام؟ 2:30. 2:30 يعني بقى لنا ايه ساعتين؟ ساعتين 12:30. ساعتين بس والله يستاهل يعني. بص حاجه في الفخامه يعني. يا سلام يا سلام. رب الطعم يبقى حلو. دي بطاطس ما اتحرقتش ها، ده عشان البهارات اللي عليها. ماشي. وادي الجبنه عشان انا جعان 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 فاهمين؟ جعان. هات لي بسم الله. بسم الله. صح. سخنه سخنه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن حلو ياكل. نجرب بقى ايه؟ نجرب الجبنه. بسم الله. حلوه؟ صح. بجد بجد. جميل. شابوه. شابوه. تسلم ايدي. تسلم ايدك كمان. وايدك يا محمد. لا بجد بناكل جبنه شيدر. هو كان لسه عارف حاجه واحده، مش حاجه يعني ايه؟ سكه لبن كمان بس. سكه لبن. لو بس ربع كوبايه كده ولا بص احنا عملنا في رغيفين في الفرن. لسه يعني هو بص كل واحد ايه؟ يعني ايه رغيفين وفي رغيفين يبقى كل واحد 3 رغيف. 6 رغيف ده بقى عايزين نقول لكم التكلفه بتاعتهم كام؟ لو كنا جبناهم من بره كانوا اوفر والله. بس اهم حاجه الحاجه مضمونه يعني في البيت. مش من بره هيقول لك جوده نظافه. يعني هو وجع قلبه وتتعب شويه بس. لا احنا بناكل حسبه في الاخر بس. لا مش زي بره في الارخص. والله بيعملوا بوكسات بره مثلا معدي. بوكسات بقى. ايوه البوكس بيبقى معدي 200 بيبقى فيه رغيفين وشويه بطاطس جنبه زي ما احنا عملنا كده. فاحنا هنخلص اكل بس ونقول لكم التكلفه ايه. مش هديك كميه البطاطس دي ولا كميه البطاطس ولا كميه الحشو اللحم ده ولا النظافه. احنا هنضطر بقى نوقفه عشان ناكل براحتنا ونزود براحتنا وفي الاخر بقى ناكل تقييم. بس هو دلوقتي تلاقي كومنت سلبي. لا مش عشان احنا عاملينه والله. لا والله. بس هو كانت حاجه مظبوطه ونظيفه وواحد مش عارف يبطل الاكل اصلا. جعانين بس احنا من بدري ما اكلناش. ما اكلناش والله. واللي هناك دوت هبقى ايه؟ زكي شان. فيلم زكي شان بس. احنا نقفل عشان نتفرج على الفيلم واحنا بناكل. واللي جوه دول هنفطروا بيهم بقى الصبح ان شاء الله. يلا سلام. بعد ما خلصنا الحواوشي والاكل كده حسبناها حسبه. هو البصل بالطماطم بالعيش بكل حاجه بالبطاطس كمان عامله تقريبا كام؟ 250 جنيه. 250 جنيه. 248 ونص بالظبط يعني. 248 ونص بالظبط. عمل معانا كام بقى رغيف؟ 7 رغيف. بحيث ان بره لو حسبناها تقريبا وانت هتجيب بطاطس بقى وصوص الجبنه والكلام اللي احنا عملناه ده كله. لو هتجيب بس من بره الحواوشي بس تعمل 75 جنيه. 75 واكتر كمان. يعني في حاجات بتوصل ل 90 و80 و100 والكلام ده. بقى هنتكلم مثلا ايه في المتوسط. المحلات اللي هي مش في ناس اللي هي ايه مثلا تلاقي جزار جنبك مثلا وجايب شويه لحمه بلدي. لا بس احنا بنتكلم على الكهراوي. الكهراوي مش حد بيعرف يعمله يعني. مش الجزارين بيعملوه.
كهراوي مش زي الاسكندراني. الكهراوي عامل 65 وطالع، او 75 قصدي وطالع. تمام. بس ده من غير جبنه ومن غير بطاطس، صح؟ من غير بطاطس. من غير بطاطس ومن غير جبنه. يحط لك شويه قد كده، يقول لك مثلا يزود 10 15 جنيه عليه. او علبه صوص قد كده مثلا برضو نفس الكلام، 20 ولا 15 جنيه. الحله بتاعت الحله الكبيره ديت هنقعد 4 ايام. الحله عندنا 4 ايام ناكل فيها اصلا يعني. احنا لما حسبناها اللي يعتبر الواحد واقف علينا ب 35 جنيه او 30 جنيه، عملت تقريبا 38، يعني يعتبر اقل من نص الرغيف اللي هو من بره. يعني انت لو بره من غير تعمل اضافات. من غير اضافات. فانت لو باضافات بره عملت معاك 800 وشويه، احنا عندنا عملت 250 مثلا او حاجه زي كده، فيعتبر اقل من النص، يعني بتاع الربع كده او التلت بمعنى اصح. فانت في المقابل اخدت ايه؟ اكل نضيف، اكل هيشبعك كميه كبيره، اكل صحي. واكل صحي اكل خفيف الساعه 1 بالليل. سردين بالليل. منه سحور ومنه فطار ومنه عشاء. دي كانت تجربتنا يعني، وكان الاكل لذيذ. فنشوفكم على خير بقى. سلام.